بيبدأ الفيلم بران تقابل أمها تحذرها أمها تقولها حسبي يا ران، وتاخد أمها الرصاصة وتقع. تطلع ران بتحلم وتقوم مفزوعة، تتصل بأمها تقولها إن أنا حلمت بإنك اتضربت بالنار، تقولها لأ ده مجرد حلم. بس تقولها المحامين هم أكتر ناس معرضة للقتل. تقولها استناكي بالليل في المطعم أروح أنا وأبويا وكونان. يكلمه كونان يقولها إيه اللي حصل، صحيتي بدري ليه؟ تقول له اسفه اني صحيتك. يخرج مرموقة من السجن، يقرا الورقه مكتوب فيها اني مستني حد. يقعد كونان مع اصحابه يلعبوا، ياخدوا اغاثه لمتحف الطيارات. يقول صاحبه ان ممكن يلعبوا بالطياره، يرد كونان ان مسموح لصوت الطياره اللي فوق الصف الخامس. يحكي لهم اغاثه بقصه يقول له بلاش القصه دي. يقول لهم يومي لغز عن طفل اتولد في وسط السنه وولد في كتبة ابريل. يطلع ايه؟ يقول له كونان يقول له بابا نويل. يظهر شيشيدي لما صور الفوتوغرافي. يروح مرماكي يخبط على الباب، محدش يفتح له. تحضر رن اصدار كتاب للكاتب نيموذي. يمدلها على الكتاب وتفرح، تروح تمشي مع صاحبتها. تيجي واحدة بتسوق عربية بسرعة، تقف تقول ايه التهور ده، دي مين دي؟ تقولها ران دي نانا عارضة الأزياء المشهورة. ويمشوا يقعدوا في الكافيتيريا. تقول لها انها ليه امها انفصلت عن ابوها، تقول لها عشان كانوا بيتخانقوا كتير وتقول لها ان امك بقت محاميه كبيره وابوك بقى محرر فاشل. تلبس ران وهي موري وكونان عشان يروحوا المطعم. ويروحوا المطعم، يجي سوجي يسلم على موري ويعرفوا على عيلته. يقول لهم انه كان بيلعب مع موري في بطولة المحترفين في الجولف. ويقعدوا في المطعم. يجي الجرسون يصب لهم النبيت الاحمر. ويتكلم موري مع امها والكيميا راكبه. تلاحظ ران وكونان يسمع صوت غريب، صوت عربية. يجري موران يشوف من الشباك، يقول دي تواكو. ومين اللي معاها ده؟ يقول كونان ده بيتر فورد مذيع مشهور. يقول له مين هي تواكو؟ يقول له دي صاحبة الكازينو وفي بيننا حاجة مستخبية. تتضايق أمها من الكلام، تقول لها عندي قضايا كتير ولازم تتراجع. يظهر مفتش مجري ويجري من في الجنينة، يرشق في بطنه سهم. يروح المستشفى ويجي موري وران ومعاه كونان واصحابه. يقول لهم مجري ليه تعبت نفسيكم؟ يقول له موري لا تعب ولا حاجة، ده تعبك راحة. يقول لهم شيراتوري انها نشأت في حتة امان، ما نشأتش في حتة حساسة. تدخل ايري مكتبها، تدخل السكرتيرة بتاعتها تديلها جدول اعمالها يومي. تقول لها دي علبة شوكولاتة حد جابها لك بس ما فيهاش اسم. تقول لها انا عارفة مين. تدوقي واحدة تطلع مسمومة وتقع على الارض. تروح المستشفى تطمن عليها ران وموري وكونان. يقول لها الدكتور لازم تبات النهاردة في المستشفى عشان نضمن انها هتبقى بخير. يقول موري ميجرو وبعدها ايري. واضح ان الموضوع فيه ان تحقق الشرطة في الموضوع. يقول لهم شيراتوري انه مستحملتش الشوكولاتة اللي كلتها. يوري لهم الوردة اللي كانت في العلبة. يشوفها موري وكونان يقول شفتها دي قبل كده. يروح كونان على البيت أغاثة، بيفكر في الصورتين. يسمع أغاثة صوت حاجة بتتكسر. يلاقي الباب مكسور وواحد راكب موتوسيكل واقف قدام الباب. يحذره كونان يقول له اوعى تفتح الباب. يرمي الراجل اللي راكب الموتوسيكل سهم في ظهره ويقع أغاثة. يقول له اجري يا كونان. ويجري وراه كونان والسكوتر ما يلاقوش. يتصل باصحابه ويقول لهم مشفتوش واحد راكب موتوسيكل ولابس خوذة حمرا؟ يقولوا له اه في يمينك. ويجري وراه ويشوفه ويطلع فوق الممشى بتاع الناس ويجري وراه وما يلحقوش. يرجع لبيت أغاثة، يلاقي حتة حديدة ويروح المستشفى. يقول لهم كونان انه بيقتل الناس حسب اشكال اللعب. يقول له قتل ميجولا عشان اسمه بيشير لرقم الشاي بتاع الكوتشين اللي هو رقم 13. يقول موري انه بيحاول يقتل الناس حسب ارقام حروف اساميهم. يجي ميجورو يطمن عليهم. يقول له موري انت جيت ازاي وانت متصاب؟ يقول له متقلقش خيطوا الجرح بتاعي. يقول لهم المجرم هو مرماكي موزع ورق القمار. يقول لهم انه اتورط في جريمة قتل واتحبس وخرج بعد 10 سنين. ويحكي له القصة. يقول كونان يا ترى مين رقم 10؟ يقول موري تواكو. يروحوا الجازينو بتاعها. يجري موري عليا يقول لها انت كويس؟ تقول له اه. امال انا بكلمك ازاي؟ تتكلم ران مع شيراتو دي. تقول له كنت عايز تقول ايه لما كنا في المستشفى؟ يحكي لها عن ابوها لما كان ظابط وقبض على مرماكم وبيحققوا معاه. طلب يدخل الحمام ودخلوه بس يكون معاه ظابط ماسكه عشان ما يهربش. وبعد كده جيتي انت وامك تديله الهدوم نضيفة. ترد عليه اه افتكرت. يظهر فلاش باك ان مرماكي ضرب الظابط وهو في الحمام ومسك امها رهينة وحطت السلاح في دماغها. يهدد موري انه لو يهربوا يفكر موري يضرب ايري وبعدها مرماكي. تقول ران ان ابوها ما صابش امها. يقول لا جت فيها بالغلط، لانه كان واثق انه مش هيسيب الرهينة وهيسيب المجرم. بس بدل اللي حصل اتحكم ابوك واترفض في الشرطة. يتكلم كونان بصوت شينشي يقول لها مش هعرف اقابلك عشان في شوية قضايا. يشوف موري تواكو
داخلة مكان، يجري وراها ويستخبى ورا الحيطة يراقبها. يشوف كونان صورة تيسوكي، يعرف ان اسمه ليه علاقة برقم 10. يتكلم ران مع ميجوري تقول له ان تيسوكي هو عليه الدور. يجري موري ينده على موري عشان يقول له تعالى لاقينا رقم 10. يروح عند تيسوكي يقول له انه معرض للقتل، يقول لهم انه هياخد جولة بالطيارة بتاعته. يقول له موري لا، انا بخاف من الطيارة. يزق مجرد جوه الطيارة ويركبوا وتطير العربية، ويركبوا وتطير. ويمشي شيراتوري وتمشي ران تدور على كونان، تقول له هو راح فين، اوعى يكون ركب معاهم. يخاف موري من الطيارة، يتكلم معاهم كونان يزعق له موري، يقول له والله يخرب بيتك انت إيه اللي جابك هنا. يقول له جه يشوف المدينة من فوق. عين تيسوكي توجعه، يقول له كونان في ايه. يقول له لا، حاجة مأثرة عليا. يشوف أشعة الشمس ما يستحملهاش، ما يعرفش يتحكم في الطيارة. يمسك كونان سواقة الطيارة ويصرخ موري. يشوف كونان المدرسة، يقول له انه هينزل في الحوش. يكلم صحابه يقول لهم انه ينزل بالطيارة ويبعدوا كل الناس. يشوف الطيارة ويجروا تهبط الطيارة في الحوش، يخرجوا منها. يشوف كونان البنزين بيخرج من التانك، يجروا ويتفرع الطيارة. يروحوا المستشفى عند البروفيسور، يقول لهم القدر اللي خدها فيها مادة بتوسع العين عشان قصر النظر. يجي شريطري معاه ورق الكوتشينة رقم 10، يحتاروا مين اللي عليه الدور. يقول كونان لازم نروح نقابل سواكو. يروح عنده يشوف كونان ازايز النبيت، يقول له انها نادرة. يقول لهم تعالى اوديكم اقوى كريستال. يروحوا اقوى كريستال، ينبهروا. تيجي عليهم عربية نفس السواقة، هي نانا عارضة الازياء. يتعرفوا عليها وعلى نيشينا الكاتب وبيتر فورد وشيشيتو مصور. تقعد نانا تتقصى على موري. يروح يركبوا المترو، يتكلم موري مع نيشانا، يقول له انت خايف من المية. يرد عليه اه عندي فوبيا من البحر. تتكلم ران نفسها على حكاية ابوها لما ضرب امها بالمسدس عشان يمسك مرماكي. يروح الفندق يطمنوا على المداخل وعلى المخارج. يقول لهم شيراتوري ان في اوضه واحده بس هي اللي مقفوله. يعرفوا اسامي ومعانيها بالارقام. تطلع ناني تطلع نانا رقمها 7. يعرفوا ارقام بعض، فيسألوا مين رقم 1. تقول له ران ان شينشي هو ممكن يكون رقم 1. يتكلم كونان نفسه، يقول انه مش هيقدر يعمل له حاجه عشان هو مسخوط. يقول لهم ميجرو حد يعرف من ماكي. يردوا لا. يرد نيشانا يقول اعرفه، هو كان شغال ان انا كنت شغال يقول له اعرفه لان هو كان شغال مراسل الحوادث. وشافه يرد عليه شيشيدو صورته في ألبوم الحوادث. فتفكر نانا في الموضوع. يقول لها ميجرو انت تعرفي حاجة عنه. تقول له لا، هو خرج من السجن 10 ايام وفكوكم من الكلام ده. تزعل نيشينا عشان التقييم اللي عمل في المطاعم بأمر طبق المانجا بتاع بلبن وبهيج. تجيب له ازايز النبيت. تقول له دو اسماء تقول له دو اسمها ايه. يقول لها دي اسمها نابليون يا حلاوه. تقول له غلط. تديها للسواق، تقول له دوقها. يمسك الكاس ويشمها ويشربها، يقول دي جبوله. تقول له صح. تنغصني شينا. تقول له ادي الناس اللي بتشرب. فيشرب بيتر الميه يشرق وهيموت. يطلع عامل مقلب، يقول شريته مش وقته بزاق خالص في الحاجات دي يا راجل يهبل. فيجيب نيشينا سيرة أساهي إنه جاب له هدية، تقول نانا برضه جاب لي علبة مونيكين من باريس. يدخل كولان مع سواكي في أوضة النبيت، يترمي عليها سهم، يلف الناحية التانية، يلزق في الجردل، يعرف مكان السلاح مستخبي بين الأزاز. تصور نانا، يقول له في إيه. يشوفوا أساهي ميت في الحوض السمك ومرمي في قلبه ورقة كوتشينة رقم 9. يركبوا قصاصين، يقولوا شياتوري إنه مقفول من الجهاز. يجري مور يفتح الباب، يلاقيه مسدود وراه علبة أسمنت. يقعدوا ويقول شيشيدي شيشيدو مين السبب في ده. يقول لي نانا انت عليك الدور. تحكي لهم لنا موقف حصل لها من 3 شهور، انها كانت راكبه عربيه وواحد كان سايق موتوسيكل حاول يوقفها، جري. يوصف لها كونان كان شكله موتوسيكل. تقول له عادي. يقول موري ان هما يدخلوا يفتشوا في المكان، ويقول له كونان خليك معاه ومتتحركش. يدخلوا يفتشوا في المكان، وتتكلم نان مع نانا والنور يقطع. فجأة يسمع كونان صوت كوباية اتكسرت. يرجع النور، يلاقوا نانا مقتولة. يصور شيشيدو الجريمة. يقول لي ميجوري ما ينفعش تصور. يقول له ما تخافش، ابقى اديلكوا نسخة منها. يقول له كده ماشي. يشوفوا ضوافرها، يلاقوا صباعها اللي في النص مفهوش مونيكير. تقول ران انها كانت حاطة ضوفر اي كلام عشان يبان انه طويل. يفكر كونان يقول ان اللي مسكها بايده اليمين، لكن مرماكي اشول. يفتكر الراجل اللي ضرب اخاسا، يقول ده انا كل ده كنت غلطان. ينفجر المكان وما يدخل في كل مكان ويغرق المكان.
ويطلعوا فوق. يقول موري فين ران؟ ينزل كونان يساعدها ويطلعها. يبص شيشيدو يقول ده حاطط كل الارقام، ده ناوي يقتلنا كلنا. يقول لازم نطلع بره ونطلع السطح. ينزلوا المية ويعوموا ويطلعوا السطح، يلاقوا ان شينا مغمى عليه. يحاول شيراتوري يساعده، يقول لكونان ما تساعدوش. يقول لبعضهم مين اللي يتكلم؟ يناوم كونان ميرو يتكلم، يقول ان مورماكي ما طلعش هو المجرم، ان المجرم هو سواكي، ان هو اللي قتلها ومعرفش يدوق اي حاجه. يقول ميجوري انت ليه قتلتهم؟ يقول عشان كانوا بيضايقوني ويغيظوني. قتلت اساهي عشان كان فرحان بفلوسه واشترى كل النبيت. وجوست حاولت اقتله انه كان بيعمل تيزوكي. حاولت اقتله عشان كان بيعمل نمر واستظرف عليا. يقول لهم ما تخافوش انا افجركم المكان. يمسك الريموت يفجر المكان. يمسك بيران يقول اللي حصلني يكسرني. يطلعوا ورا بالاسانسير. يروح عنده يقول سواكي نزل سلاحك. يقول ميجرو نزله يا شياتوري. يقول له كونان اديهولي. يقول له ميجرو لا. يفكر كونان يمسك المسدس. يقول كان عندك حق، كان عنده حق. موري يضرب ران بالنار. يضرب موري سواكو وياخدوا موري بنته. يطلعوا الهليكوبتر يتدحرج المكان. يمسك مجرو سواقي يقول لي سيبني انزل في المية، وياخدوه ويطلعوه الطيارة. وده كان ملخص فيلم المحقق كونان الفيلم التاني. لو كان عجبكم الفيلم متنساش لايك وسبسكرايب للقناة عشان ايه ده بيدينا تفاعل اننا نكمل في ملخصات الافلام. شكرا.